السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة رواق تسنيم. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غنحضروا هذه الكيكة هذه اللي كتجي خطيرة في المذاق، وحتى الشكل ديالها كيجي زوين بزاف. كيكة ديال اليوم هي كيكة نتاع الليمون او البرتقال بواحد الكريمة اللي كتكون مرافقة لها، حتى هي محضرينها بالليمون. كتجي زوينة بزاف، وخليكم معايا باش تشوفوا المقادير والمراحل. راها مكوناتها بسيطة بزاف وسهلة التحضير، وحتى الكيكة كتجي تبارك الله عالية وكتجي مفشفشة. انا هنا غادي نقطع واحد الطريف باش تشوفوه. المهم راه الكيكة ديالتي باقا سخونة، غير بغيت نوريكم كي كتجي من الداخل، كتجي مفشفشة تبارك الله وعالية. وغادي ندوزو دابا للطريقة ديال التحضير. عندي هنا واحد البول، خديت واحد البول هنايا، درت فيه واحد قبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف ليه جوج ديال البيضات. البيض يكون بدرجه الحراره المطبخ. هذه هي من الاشياء اللي كتساعد على الكيكه انها تجينا زوينه بزاف، ان البيض ما يكونش بارد بزاف في الثلاجه نخرجوا نصايبوا به الكيكه. المهم غادي نوضع واحد الساشي ديال الفاني، قشور برتقاله، وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان. من بعد غادي نبدا نضيف المكونات الاخرى. غادي نضيف كاس اللارب نتاع سكر سنيده، وانا كنضيف هاد المكونات وانا كنحرك. يعني انا هنايا استعملت غير بالفوي، كنخلط بيدي. يعني اللي بغى يدير هاد المكونات كاملين يديرهم في الخلاط الكهربائي. انا عندي هنايا كاس نص كاس استسمح. عندي نص كاس نتاع الزيت، واحد الياغورت صغير بنكهه ديال الفاني. ولا كان عندنا ياغورت كبير يعني ناخذ منه غير دوك 2 معالق كبار، لا غير. صافي، وغادي نحرك الخليط مزيان. وغادي نضيف كاس اللارب نتاع عصير البرتقال. كيكه البرتقال كتجي زوينه بالنكهه ديالها، كتجي زوينه، كتجي خطيره. صافي، ومن بعد غادي نبقى نضيف دابا الطحين بشويه بشويه، ودائما الطحين على حسب الخليط. المهم انا هنايا تقريبا احتاجيت واحد 2 كيسان، واحد ربيع ديال الكاس ديال الطحين. وغادي نضيف 2 خمارات حمر، 16 غرام، يعني كل ساشيه فيها 8 غرام. صراحه مقادير في المتناول. صافي، هنا كيبقى عينكم ميزانكم. حنا كنخلطوا الخليط على ما كنحسوا به راه هو هذاك. صافي كنتوقفوا على اضافه ديال الطحين. كما قلت لكم انا هنايا راه احتاجيت تقريبا 2 كيسان، واحد ربيع ديال الطحين، يعني ربيع كاس. من بعد غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال الخل، واللي عنده الحامض ممكن انه يعصر واحد نص حامضه ويضيفها، راه حتى هي كتساعد على ان الكيكه تجينا مفشفشه وتجي عاليه تبارك الله، كتجي مهويه من الداخل. شتي هنا داك الربيع اللي ضفت الاخراني ديال الطحين. غادي ناخذ المول ديالي
انا خديت هذا المول هذا دهنته بالزبده ورشيت عليه الطحين. غنوضع داك الخليط ديالي كامل في هذا المول، وغادي ندخلو للفران اللي ما غنقول لكمش سخون من قبل، او يعني كل كي كتعرف الفرانه راه بحال كي سخنا الفران من قبل ودخلنا ونقصنا عليه كي يلا كيشعلنا عليه وندخلو الكيكه ديالنا، نفس النتيجه كتعطينا. صافي انا خليت هنايا الكيكه ديالي كطيب. هنا خديت واحد ساشي د الفاني وكاس نتاع البرتقال، عصير ديال البرتقال، وغادي نضيف عليه 2 معالق ديال سكر سنيده. كتبقى الحلاوه على حساب كل واحد، ممكن اننا نضيفو السكر ولا نقصوه. وغادي نضيف هنايا 2 معالق نتاع مايزينا، ممكن اننا نستعملو حتى كريم باتيسير ماشي مشكل. صافي وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان هكا على البارد، ومن بعد راني رديتو كيطيب وانا مقابله. من بعد ما طابت تبارك الله الكيكه نتوما كتشوفوها تبارك الله جات عاليه، خليتها يعني خدات الوقت ديالها ديال الطياب. صافي انا هنا وضعتها في الصحن ديال التقديم، وغادي نضيف لها ديك الكريمه اللي وجدت نتاع البرتقال والمايزينا. هنا غادي نخلطها مزيان وغادي نوضعها فوق الكيكه. صافي والتزيين كيبقى اختياري. ممكن اننا نزوقوها بلي طرونش نتاع الليمون، او المهم التزيين كيبقى اختيار. انا نحاول هنا غير الكريمه باش تهبط ليا مع دوك الجوانب نتاع الكيكه. صافي وهنا خديت واحد شويه ديال رقائق نتاع اللوز وغادي نزين بها من الفوق. وها الكيكه ديالنا واجده بالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، راه كتجي الكيكه كتجي زوينه بزاف بالمذاق ديال الليمون. دمتم في رعايه الله، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه جديده، فيديو جديد، وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.